المبادرة المغربية للتفاوض على نظام الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء، والمقدمة في عام 2007، والتي تصور أن هذه المنطقة ستقع في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية، تشكل الأساس الأكثر ملائمة وجدية ومصداقية وواقعية للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، وفقا لقرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة. إنجاز دبلوماسي جديد يضاف إلى رصيد المغرب في ملف الصحراء. ففي خطوة وصفت بالمهمة، أعلنت الرباط حصولها على دعم واضح من بلجيكا لمقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب كحل للنزاع حول الصحراء الغربية في إطار سيادته ووحدته الترابية. وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أكد أن بلاده ستتعامل دبلوماسيا واقتصاديا بناء على هذا الموقف الجديد، مشيرا إلى أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 تعد حسب تعبيره المبادرة الأكثر جدية وواقعية ومصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول من الطرفين وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي. وفي موازاة هذا التقارب السياسي، وقعت اتفاقية ثنائية بين الرباط وبروكسل تتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية، تهدف إلى تسهيل عودة المهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية، خاصة ممن لهم سوابق جنائية، وهي خطوة ترى فيها بلجيكا حلا عمليا لإحدى القضايا التي تورق سياستها في مجال الهجرة منذ سنوات. هذا الموقف البلجيكي الجديد ينسجم مع مواقف عدد من الدول الغربية والعربية الكبرى مثل الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، السعودية والإمارات، التي سبق أن عبرت عن دعمها لمبادرة المغرب باعتبارها الإطار الأنسب لتسوية النزاع. لكن على الجانب الآخر لا يزال المشهد الإقليمي معقدا، إذ تواصل دول مثل الجزائر وجنوب إفريقيا ونيجيريا دعم جبهة البوليساريو في مطلبها بإجراء استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية، وهو المطلب الذي تسانده أيضا بعض دول أمريكا اللاتينية. وتجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة ما زالت تدرج الصحراء الغربية ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي منذ عام 1963. وفي أعقاب البيان المشترك بين المغرب وبلجيكا، نقلت وسائل إعلام جزائرية من بينها صحيفة الخبر عن مصادر دبلوماسية قولها أن الجزائر قد تمتنع عن التصويت على أي قرار أممي يدعم سيادة المغرب على الصحراء الغربية، مؤكدة تمسكها بخيار الاستفتاء كحل وحيد للنزاع. وتبقى قضية الصحراء الغربية من أبرز أسباب التوتر المستمر بين المغرب والجزائر في ظل سباق محموم بين الجارين على النفوذ الإقليمي في القارة الإفريقية، وارتفاع لافت في ميزانيات الدفاع لدى الطرفين خلال السنوات الأخيرة. المبادرة المغربية للتفاوض على نظام الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء، والمقدمة في عام 2007، والتي تصور أن هذه المنطقة ستقع في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية، تشكل الأساس الأكثر ملائمة وجدية ومصداقية وواقعية للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، وفقا لقرارات